من حق الواحد من يصعد تنطيه مجال يحكي، تمام؟ ما هو دينك؟ حاوري ليس لك علاقة بمن بغيرك. بس تفضلي. أنا دا أحاورك، تمام؟ ممنوع تكتمني لأن أنا دا أحاورك، أوكي؟ ايه، ما هو اعتقادك؟ ممكن إنه أنت راح أحكي وياك بس ممنوع تكتمني، ودا أحكي وياك بكل إذا احترام. ما قاطعتي لن أكتمك، إذا قاطعتي نكتمك. من حقي أني أسألك، ومن حقك وأنا من أنت حقي إذا قاطعتيني أكتمك. اسمح لي، من حقك أنت تحكي على الدين الإسلامي، تنطيني حقي أني أحكي. أول شغلة ما هو كإنسان، اعتقادك؟ عرفي اسمح لي. باعتقادك، عرفي باعتقادك. مالك شغل باعتقادي. أول شغلة انزي كبسي تحت، انزي كبسي تحت. مالك شغل باعتقادي؟ جبانة نصرانية. وأنا شفت على فكرة، والله قرأت السيرة تحت حاطة صليب. لا حاطة صليب، هي مش شيعية، حاطة صليب. بس قلت هكذا اختبارا لا، خليها تقول أمام الناس ما هو اعتقادها. هربت مباشرة. مالك شغل باعتقادي؟ ليش أحاورك معناته؟ طالعة معايا لماذا إذا كان مالي شغل باعتقادك؟ معروف الذي لا يعرف باعتقادي خلاص، نعطيها فرصة أخرى. إذا عرفت باعتقادها نحاورها. أنا اعتقادي مسيحية سابقا، كنت مسلمة سابقا، كنت مسلمة سنية، تمام؟ سابقا كنت مسلمة سنية، وأرد أني أحاورك. تعالي. أنت كنت مسلمة سابقة، نعم، صح؟ تعالي نتناقش في هذه القضية. نعلت الإسلام، تعرف ليش؟ من وراء نبيك اللي ينكح. يلا انزل يا نجسة. أنت في وقت الحيض نجسة. شفتوا كيف سبابة وشتامة يا إخوة؟ سبحان الله يظهر من وجههم. أنت في كتابك في وقت حيضك نجسة. هذا ورد في سفر أعمال، في سفر اللاويين الإصحاح 15. في وقت حيضك نجسة، وكل ما تجلسين عليه نجس. تمام؟ كل ما تجلسين عليه نجس، وكل ما تلمسينه نجس، وإذا لمسك زوجك يتنجس أيضا. فكويس تركتي طبعا كذابة، هي نصرانية أبا عن جد يعني. تركت الإسلام الذي يقول المؤمن لا ينجس ورحت لدين نجسك. كويس جدا، كويس جدا. بس شوفوا يا إخوة حتى تسمعوا أخلاقها. سمعتم بذاءة لسانها، صح؟ هذه نساؤهم فكيف برجالهم؟ هذه نساؤهم فكيف برجالهم؟ بس أنا يعني خليكم أنتم مستوعبوا الموضوع شوي. هذه نساؤهم وبهذا اللسان الصليب، فكيف برجالهم؟ شيخنا إذا كتابة قال عنها فنطيسة خنزيرة عديمة العقل، صح؟ في سفر الأمثال. هل تعلمي أنك نجسة في كتابك في سفر اللاويين 15؟ نجسة في كتابك في وقت الحيض. أيوة هكذا ارتحت، الحمد لله. هكذا انشرح صدري. يعني بس على شتيمتها للنبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أصعدها كلها هذه الكلمة وتنزل، لأنها شتمت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسي أن تفرجي رجليك لكل عابر وتكثري من زناك. شوفوا هذه يا إخوة، شوفوا هذه بس. وكذلك حين تنجبين ولدا تصبحين نجسة حسب سفر اللاويين 12. شيخ محشي. أؤدبك على شتيمتك للنبي صلى الله عليه وسلم. يا من قال عنك كتابك نجسة في وقت حيضك. هي اللي بتطلب جست على فكرة، هي بتحب لها البهدلة يعني. كل ماء صادفته. والله كثير النصوص يعني فيها سبحان الله. الله ما يطيب الوقت إلا بقراءة نشيد الإنشاد عليها. بس يلا أخذت نصيحة يعني كويس، قرأنا لها اللاويين 12 واللاويين 15. فعلا هذه حقائق يا إخوة. اقرأوا سفر اللاويين 15. المرأة الحائض في النصرانية نجسة، وكذلك حين تنجب تكون نجسة حسب طبعا. إذا أنجبت ولدا تكون نجسة أسبوع، وإذا أنجبت أنثى تكون نجسة أسبوعان. طبعا هذه فيها إساءة حتى لسيدتنا مريم عليه السلام، لأنها أنجبت ولدا.
أنت نشيد الإنشاد ماذا يقول؟ يقبلني بقبلات فمه لأن حبه أطيب من الخمر. في نشيد الإنشاد يقول، في نشيد الإنشاد ماذا يقول أيضا؟ يقول لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان فماذا نصنع لأختنا يوم تخطب؟ فلو كانت أختك في نفس هذا الموقف ماذا تفعلين لها؟ احس النصوص يزيد عليها. سرتك كأس مدورة، سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. هذه كلها نصوص من كتابها. ما زال فرجتي رجليك، صح. فرجتي رجليك، هذا وين راحت؟ لا، اطلبي القسط من جديد. حنعمل ايه بدون فرجتي رجليك لكل عابر كما يقول سفر حزقيال. المشكلة يا شيخنا عاجبها الوضع، يعني عاجبها انك قاعد توصفها بهذه النصوص، سبحان الله.